كاينين شي بلايص في المغرب الخريطه ما بغاتش تعترف بهم، والناس كيدوزوا من حداهم وهما مهبطين عينيهم للارض. دار لاله زاهر كانت وحده من هاد البلايص، دار قديمه بيبانها من العود المشقق، والحيط ديالها شرب الصباغه والشمس. مع مرور السنين حتى ولا لونه بحال الكفل القديم. يقولوا باللي اللي دخل لهاد الدار كيرجع، ولكن ماشي كيف ما دخل. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في يامو ستوريز. غادي ناخذكم لواحد العالم مظلم. حاول تسد عليك الباب وتركز معايا مزيان، حيت هاد القصه ماشي مجرد كلمات، هي تجربه غتخليك تشك حتى في الخيال ديالك. كتبدا القصه ديالنا مع ياسين، شاب مغامر عزيز عليه الاورباني وتصوير الاماكن المهجوره. كيامن غير باللي كتشوفوا عينيه، وامين الصديق المقرب لياسين، خواف شويه ولكن الوفاء ديالو هو اللي جابو لهاد المصيبه. الساعه 11 ديال الليل، كاين واحد الصمت مخيف في داك الدوار المهجور، كان كيصفر في الودني. ياسين شاد الكاميرا وامين شاد في الكشاف ديال ياسين ويديه كترعد. ياسين كيقول لامين صافي صاحبي ترجل شويه، غندخلوا نصوروا غير الصالون الكبير ونخرجوا، هذا الفيديو غيضرب في يوتيوب. كيجاوبوا امين ياسين هاد الشيء ريحته ما كتعجبش، واش ما شميتي والو؟ كيرد عليه ياسين لا ما شميت والو بلا ما تزيد فيها صح. كيعاود ياكد عليه امين باللي كيشم ريحه الحنه والقطران، الريحه مجهده هنا. دفع ياسين الباب، صوت الباب كيطرطق، باين باللي قديم بزاف، من شحال هادي ما تحل. الدار من الداخل كانت بارده، برد كيدخل مع العظم، بالرغم انهم في فصل الصيف والجو سخون. ياسين كيقاد في الكاميرا وبداو كيستكشفوا في الدار، كلشي قديم ومغبر، ولكن داك الشيء واخا مغبر كيبان مرتب بواحد الطريقه غريبه. وصلوا لواحد المراح كبير وسط الدار، السقف ديالو طايح والنجوم كيبانوا من الفوق بحال شي عينين كتراقبهم وهما كيصوروا. فجاه الكاميرا ديال ياسين طفات. ياسين كيقول مال هاد العجب، البطاريه عامره، يلاه بدينا التصوير، مستحيل تطفى بهاد السرعه. كيرد عليه امين وهو مصدوم ووجهه صفر. ياسين شوف لهيه، شوف في القنج. ياسين كيشوف وراه وهو مخلوع من رده الفعل ديال صاحبه، حتى كيتصدم. في القنج ديال المراح كانت مرا جالسه وعاطيهم بظهرها، لابسه قفطان بيض وكيبان جديد، شعرها كحل وطويل لدرجه انه مغطي ظهرها كامل وجزء من الارض فين جالسه. كانت كدير شي حركه بيدها بحال الا كتفتل في كسكسو. ياسين كيقول بصوت كيرجف خالتي واش لاباس؟ شنو كديري في هذا الخربو وفي هذا الخلا؟ المراه تماك ما جاوباتش، ولكن بدات كتغني بواحد الصوت مبحوح، الصوت بحال الرمله كتسحق وسط الماء، وكتقول يا الزاير الليل، يا واكل من طبقي، اللي دخل لداري يولي من رزقي. امين بدا كيغوت وبغى يهرب، ولكن الباب اللي دخلوا منه ما بقاش، اختفى ولا بلاصتو حيط مصبوغ بالجير وبالدم. تماك ما فهموا والو. امين بدا كيبكي وياسين كيهدن فيه. المراه دارت عندهم ببطء، الصدمه ملي شافوا وجهها ما فيش عينين، بلاصتهم كاين غير الجلد ملس، كيبان ليك وجه بلا ملامح، وفمها مخيط بخيط ديال الحرير وبشرتها سوداء. امين كيهضر هو مرعوب. ياسين هادشي ماشي بنادم اصاحبي، شنو هادشي؟ كيجاوبوا ياسين وهو قلبه غيسكت بالخلع. هذه هي لاله زاهره. فجاه الشمع اللي كان طافي في الدار كامله شعل بوحدو، الشمع كثير لدرجه الدار ولات كتبان واضحه مزيان، ورجعت الدار نقيه ما فيها لا غبار لا والو. الطوابل بداو كيشحطوا وعامرين بالماكله، ولكن ديك الماكله ريحتها خايبه بزاف، كتقلب المعده. اللحم خضر وعامر بالصوف والدم، وكسكسو فيه الدود، واواني فخاريه خارج منها الدم سخون. بغاو يهربوا في ديك اللحظه ولكن لقاو راسهم مسمرين في الارض وما يقدروش يتحركوا. لاله الزاهره قربت منهم ببطء، وايدها الميته بدات كتقيس في وجه ياسين. ديك اللحظه امين ما دارش رده فعل ديال البطل، دار رده فعل ديال الانسان مخلوع. فياسين بقوه جهه لاله الزاهره باش يهرب هو. لاله الزاهره طاحت على خشبه كبيره وغوتات واحد الغوته كتشق الراس، بدا الدخان كيطلع من الحيوط، وياسين ضرب راسه مع واحد طبله قديمه، ناض والدم سايل من جبهته. شاف امين وهو كيخرج من واحد ثقبه في الحيط، كيجري وخلاه بوحدو في هذا الجحيم. ياسين كيغوت على صاحبه، امين ما تخلينيش بوحدي يا صاحبي. تماك فجاه رجع الصمت للدار، ولاله الزاهره اختفات والشمع طفى. ياسين هز معاه الكاميرا من الارض، بقى كيغوت وكيدور في الظلام وكيضرب في الحيوط حتى لقى راسو فجاه في الزنقه قدام الباب الكبير ديال الدار اللي دخلوا منه في الاول. كان الصباح بدا كيطلع والبرد ديال الفجر كيضرب في وجهه. ياسين لقى طونوبيل باقا تماك، ولكن امين ما كاينش. المشكل السوارت كانوا عند امين. ياسين بقى كيجري في الدوار بحال الهبي، كيدق على البيبان المهجوره وكيعيط على امين. بعد ساعه ديال البحث لقى امين مريح تحت واحد الشجره بعيده، كيتراعد وحوايجه مقطعين وعينيه كحلين ما كيبانش فيهم الجزء الابيض، كيبان غير الفراغ في عينيه. ياسين مشى كيجري عنده، امين الحمد لله ملي سلكتي، علاش خليتيني يا صاحبي، علاش دفعتيني؟ امين ما شافش فيه، بقى كيشوف البعيد وقال بصوت ميت
ياسين انت اصلا راك غير بوحدك. ياسين تخلع، صحاب ليه امين وقعت ليه شي حاجه من الصدمه، جرب حتى لعند الطوموبيل وركبوا او غادي للطريق الكبيره، وطول الطريق امين كان ساكت كيشوف غير في الجاج، وياسين كيحاول يهدئه وكيقول ليه باللي كلشي فات. وصلوا للمدينه، ياسين وقف قدام الدار ديال امين وقال ليه صافي صاحبي سير ارتاح وغدا نتلاقاو ونهضروا في هذا الشيء. امين نزل بلا ما يقول حتى شي كلمه، دخل لدارهم وسد الباب. ياسين بقى كيشوف فيه وقلبه مقبوض، هبط راسو وبانت ليه الكاميرا طايحه تحت الكرسي، هزها وشعلها باش يشوف شنو وقع. اللحظه اللي امين دفعوا فيها ياسين بدا كيشوف الفيديو، كيبان ليه باللي كيهضر غير راسو وسط الدار المهجوره، كيبان كيدور بالكاميرا وكيقول امين شوف هادي، امين مالك سكتي، ولكن الكاميرا كانت كتصور غير الفراغ، كانش امين معاه من الاول. ياسين تما بدا كيترعد، رجع للفيديو الاول النهار اللي قرروا فيه يمشيو للدار، شاف راسو في البيت ديالو كيوجد الصاك وكيهضر مع الكرسي خاوي. امين يلا غنمشيو اليوم للدار لاله زهيره. ياسين تفكر فجاه ان صاحبه امين مات هادي عام بحادثه سير، وكان ياسين هو اللي سيق الطوموبيله نهار الحادث. الصدمه النفسيه خلاته يخلق شخصيه امين باش يهرب من الذنب اللي دار. ياسين شاف الدار اللي يلا دخل ليها امين، لقاها مهجوره، الشراجم ديالها مهرسين ومكتوب عليها بالصباغه للبيع. ياسين تفكر كلشي في ديك اللحظه، هبط راسو بدا كيبكي بمهراره، عرف باللي لاله زهيره ما كانتش جنيه، كانت هي الحقيقه اللي واجهته باش يتقبل الحقيقه. في ديك اللحظه حس بواحد اللي دافئه تحطات على كتفه، وسمع صوت امين الحقيقي كيقول ليه سمح لي حيت دفعتك اصاحبي، كان خاصك تفيق باش تعيش حياتك، دابا نقدر نمشي وانا مرتاح. ياسين دار وراه ما لقى حتى واحد، ولكن فهم مزيان شنو بغى يوصل ليه صاحبه، مسح دموعه وركب في طوموبيلته وهو عارف بلي اليوم اول نهار غيبدا فيه يعيش بصح. عمرك تثيق في داك الشيء اللي كتشوفه بعينيك، حيت العقل قدر يبين لك عوالم غير باش يهرب من الحقيقه. شكرا حيت كملتوا حتى للنهايه، ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه ولايك للفيديو وشاركونا رايكم في التعليقات. كان معكم يانو ستوريز، نشوفكم في القصه الجايه، دمتم في امان الله.